كويس، جود جاب. طبعا في ناس هنا موجودين هنا معايا هنا، هم عارفين اساميهم. الناس دي بالنسبه للدول اللي هم موجودين فيها، ده كده يعتبر ادفانس، فوق الادفانس، يعني مستواه عالي بالنسبه للدوله اللي هو فيها. مثلا يعني اسمعك دلوقتي. يعني انا عندي سلمى السعوديه. سلمى المستوى اللي هي فيه دلوقتي بالنسبه للدول العربيه كده عالي، عالي. سلمى تعتبر متخصصه في اللغه الانجليزيه، المستوى ده عالي. يعني لو جبناها بالنسبه مثلا لمصر او السعوديه، هي تفوق المستويات ديت، مستواها عالي في اللغه. ده بالنسبه لسلمى. بالنسبه لسالي، سالي كذلك مستواهم عالي، وغيره وغيره، بس عشان ايه ما يعني مازن عالي. آه عندي برضو عشان برضو ايه يعني محمد ثروت، دكتور محمد ثروت السعوديه مستوى عالي. بالنسبه للسعوديه او بالنسبه لمصر مستوى عالي. لو سمعت لك الناس ديت عمرك ما هتصدق ان دول اصلا مصريين ومتحدثين باللغه الانجليزيه. محمد ثروت بقى له فتره كبيره معايا. سالي بقى لها فتره كبيره معايا، مستواهم عالي. حسام برضو، الولد حسام ده ابني 21 22 سنه، مستوى عالي بالنسبه للجامعه بتاعته. يعني هيتجننوا عليه، يعني ايه ده ما كنتش كده. بيدرس هندسه في مصر في احدى الجامعات الخاصه. المستوى بتاعي عالي، ودي معروفه يعني. ده بالنسبه للي هم برضو. انا مش عايز انسى لان انا معايا كتير هنا برضو، معايا كتير هنا، فمش قادر انسى، مش عايز انسى برضو ناس معينه. عندي محمد حجازي برضو. حجازي موجود. حجازي معانا هنا في امريكا، مستوى عالي. آه الناس دي مستواها فوق، معدي يعني بالنسبه للدول اللي هم فيها فوق. فانا ممكن برضو يعني عندي برضو مدام سالي، ولادها مدارس لغات، ابنها في المدرسه الالماني في مصر. مدام سالي مستوى فوق. عمرك ما تحس، يعني لو سمعتك سالي دلوقتي مش هتحس اصلا انها مصريه. وانا قلت قبل كده اللي معايا انا ماليش دعوه بتاع امريكا ده، بتاع امريكا ده انا ممكن اخلي اللي بتاع الدول العربيه احسن منك في اللغه، انا اعرف اطلعه ازاي احسن منك، انا اعرف. لان انا عارف مستوى التعليم ايه في اي دوله من الدول، انا عارف. فممكن اطلع من سلمى مستوى رهيب، ممكن اطلع من هبه مستوى جامد. والناس دي مش معانا في امريكا، بس مستواهم في اللغه جامد، جامد. مثلا بص، ادي سالي مثلا، ادي سالي اسمع. The king found his queen's ring under the sink. The ringing, swinging, singing singer sang winning song. بص سالي. Ring, king, wing, hang, bang, gang, long, young, dong, ring in the chairs, the officer brought in the rubber, ring in your next witness, bring out the chairs, bring out the food, the carnival brought all of us out of the house. Thin thing, king, king, wing, wing, fang, fang, bang, bang. تمام. بص سالي. Whereas with tea, if it's unsweetened tea, then it feels more hydrating and just refreshing generally. So I'll go with tea later in the day, especially now that the weather has turned colder. I wanted to talk about the evolution of my tea drinking. So if you ask me on any given day, would I prefer coffee or tea? If it's morning, I'll definitely take 1 cup of coffee first. And then after that, I find like if I drink coffee too much, it's kind of dehydrating.
Neither. My husband and I lived in Jordan for a couple years, and they serve black tea with mint in this little not quite show glasses, but small glasses. Super hot, super sweet. At least, oh, how I had it really delicious. And also, sometimes sage tea just brewed from sage leaves. برافو عليك. شكرا يا دكتور، شكرا جدا. برافو عليك. انا بحب ادي كل واحد حقه. انا احب الطالب الممتاز. انا ودني سمعيه. هل تقدر تقول عليها مصريه؟ She doesn't have action. مفيش اكشن اصلا، مفيش هيبي اكشن، مفيش اكشن. ما عندهاش الاكشن المصري في الانجليزي ده. بص النطق عامل ازاي. النطق ده عشان تبقى عارف بقى، النطق ده احسن من الناس هنا بقى لها 40 و50 سنه في امريكا. احسن من الناس هنا بقى لها 40 و50 سنه في امريكا. في مصر، موجوده في مصر. المستوى عالي. المستوى عالي طبعا. انا الطلبه بتوعي، انا بقول لك بجيب لك مين. بص بجيب لك ايه، بجيب لك ايه. بس خلي بالك دول تعبانين معايا. دي ما بتلعبش، ما بتلعبش، شغاله نار. ممتازه. استمر. ممتازه. هو ده المستوى. ولادها طبعا مدارس لغات. ابنها ربنا يخلي مدرسه. طبعا خلي بالك بقى في نقطه. ما هو مين اللي بيلاحظ بقى الاختلاف؟ العيال. ما انت عندك ذريه. انت كنت كده يا ماما، كنت كده يا سالم انت في الانجليزي؟ لا خالص يا دكتور، خالص. خدت كورسات كتير في مصر. النتيجه ايه يا في سالم؟ مصر، في مصر وبره مصر كمان. انا خدت كورسات بره مصر اونلاين، ولا النتيجة كانت مش حلوة خالص. المستوى فرق مع حضرتك جدا يعني، وولادي ملاحظين كده، والناس اللي بتعامل معاهم بفضل ربنا ثم حضرتك. ربنا يخليك يا دكتور. الحمد لله. تمام. تمام. هو ده. تاني واكرر هذه الجمله. ما عندهاش اكشن. ما هو مشكله العرب ايه؟ الاكشن. بص النقطه بتاعها عامل ازاي. عمرك ما تصدق ان اولا دي مصريه. عمرك ما تصدق انها داخل مصر. خدت كورسات جوه مصر وداخل مصر والنتيجه صفر. ولما جات لي قلت لها انا ليه بقى؟ خلي بالك يا شباب، انا بقى عشان درست سنين وخبره. انا اعرف اطلع من اي حد، بس تكون انت عندك قوه اراده انك تتعلم مني. ابذل مجهود معايا، اطلع من احسن ما عندك. اطلع منك حاجه حلوه. احسن. احسن بقى من ناس متعلمه هنا في امريكا. متعلمه هنا انا عارف التعليم في امريكا عامل ازاي. عارف ازاي يعني. انا عارف هنا التعليم ماشي ازاي. يتعقدوا منك. عندي طالب في احدى المجموعات. ده خلص CPA بتاعته. خلص. انا اللي ممشيه كده يعمل كذا. ده كان مفيش اصلا، جاي لنا من دوله عربيه برضه، وانجليزي برضه تعبان، وكان واخد شغل كده على قده. قلت له اعمل كذا 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 كذا. ده بقى له معايا سنتين. ودخلته CPA وخدها. قال لك انا طبعا ده تعليمه بره، عشان تعليمه في البلد بتاعته اللي هو جاي منها. بيقعد مع العيال اللي هنا، اللي خارجين كوميونيتي كولج واللي خارجين جامعات هنا، بيعلم عليهم في الانجليزي بتاعهم. قال لي بسببك ما يعرفوش حاجه. ما يعرفوش حاجه. كان شغال تاكس بيرز الاول. كان شغال تاكس بيعمل فايلنج للتاكس للناس. برضه زي اي حد هنا بيجي بيشتغل في اي حاجه عشان يقف على رجليه. قلت له خش على CPA بتاعتك. بس شغال نار. شغال نار. لا اتفرج عليه دلوقتي. بيعلم على اي حد. يقعد بقى يحكي لي، يقعد يضحك. يقعد يضحك يقول لي انا مش مصدق اصلا. ما بيعرفوش الكلام ده. يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ طب انت اتعلمت ده فين؟ احنا ما نعرفش الكلام ده. ده مستواي. اعرف ارفع مستوى اي حد. ارفع مستوى اي حد من لا شيء، بس يكون عندك قوه اراده انك تتعلم معايا. اعمل اللي انا بقول لك عليه. انا سمعتك حد من مصر مش من امريكا. مستواه اولا، تقييمي ليها مستواه اولا احسن من ناس 40 و50 سنه مقيمه في امريكا. لان عرب امريكا كلهم معظمهم ما بيعرفوش انجليزي. عندنا ناس كتير جدا ما بيعرفوش انجليزي هنا في امريكا، وعايشين في امريكا وشغالين. حاجه تانية، النطق بتاعها. ده مستوى عالي في النطق.
مستوى عالي في النطق، وهي موجوده في دوله عربيه. بس خلي بالك، بتبذل مجهود خرافي. يا سالي، انت بتذاكري كام ساعه يا سالي في اليوم؟ انا بذاكر في اليوم 5 ساعات يا دكتور. انا على طول مشغله الفيديوهات المحاضرات على طول بسمع، يعني انا مش سايبه. لان دايما يعني ابني قال لي حاجه، قال لي يا ماما اللغه زي الممارسه، زي الرياضه، زي الحاجات دي لو سبتيها هتسيبك. مم. فطول ما انت بتمارسيها هيفضل فعلا لسانك هيتفك وهتلاقي الموضوع سهل. انا بس عايزه انوه على حاجه للزملاء اللي معانا، عشان هم اتفضل. اغلبهم جداد و... ويمكن ما فيش غير 4 أو 5 اللي قدام مع حضرتك وأنا من ضمنهم يعني. نعم. أنا شفت من أول ما ابتديت مع حضرتك التطور اللي حضرتك بتقول عليه ده مع الناس اللي كانت معانا. مم. يعني أنا شفت اللي اترقى في شغله، وشفت اللي كان بيدور على شغله وبس خد محاضرتين 3 فرح حضرتك وقال لك أنا اشتغلت، أنا اترقيت، أنا اتقبلت في الجامعة دي. فشفت التطور قدامي. فيمكن هم لسه جداد، فمش يعني ما سمعوش خبرات حد قبل كده. مم. فالمشوار طويل، المشوار عايز مجهود صعب طبعا. بس اول ما هتكمل وتدخل وتستمر هتلاقي هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها والهدف بتاعك. دايما حضرتك بتقول you put your feet in the door. مم. يعني انت خلاص طالما حطيت رجلك في الموضوع هتكمل وهتوصل. فانا بشكر ربنا وبشكر حضرتك. انا بس مش عارفه، انا في حاجه حصلت لي، انا طول الوقت كنت بقول لنفسي حاجه. اتفضل. مم. هي كل الناس دي حصل لهم، يعني حصل لهم حاجات في حياتهم، طب انا كمان عايزه يحصل لي حاجه. مم. انا في حاجه حصلت لي بس انا مش هقولها بالتفصيل قوي ان شاء الله، بس تتم على خير وهبلغ حضرتك بيها. اتفضل. ان انا بس انا كنت قاعده بتكلم مع حد، يعني هو شريك والدي في الشغل بتاعه كده وانا لظروف والدي ووالدتي ان هم تعبانين، فانا ماسكه شغل بابا دلوقتي. مم. فانا بتكلم معاه مش قصدي، يعني ما كنتش بتكلم عربي، انا بتكلم ما كنتش سوري بتكلم انجلش، انا بتكلم عربي. مم. بس قلت كلمه انترفيو في وسط الكلام واحنا بنتكلم على موضوع ما يعني. مم. فسكت شويه وبعدين قال لي انترفيو، انت بتتابعي فيديوهات او حاجه زي كده اجنبي يعني او كده؟ ده امريكان اكسنت. قلت له انا باخد كورس، ودخلت على الصفحه بتاعت حضرتك يعني فرجته على شويه فيديوهات كده لحضرتك. فمش عايزه اقول لحضرتك هو اشاد قد ايه بالاسلوب ده. هو الشخص ده مش مصري، هو اماراتي، بس قال لي غريب ان في مصر حد بالعقليه دي وبيشرح بالاسلوب ده. مصر معروفه ان هي من الدول برضو ان هي تعليم اللغه فيها مش قوي قوي. فاتكلمنا شويه في الموضوع. انا اتعرض عليا عرض بعد الكلمه اللي انا قلتها، انا لحد النهارده مش مصدقه، بس يمكن بقول انا كنت بقول ايه، يا رب اجعل رمضان ده جبر خاطر ليا وافتح لي باب رزق او حاجه. مم. فانا اتعرض عليا عرض، انا لحد النهارده بشكر ربنا والله وبشكر حضرتك لانك السبب في ده. انا كلمه انترفيو دي انا عمري ما يعني انا ما سمعتهاش قبل كده اصلا الا من حضرتك. مم. خدت كورسات في مصر وخدت كورسات في الامارات. واتعاملت مع ناس مشهوره، الاماكن اللي انا خدت فيها مش اي كلام. لا ما شفتش ده. فكون ان انا يحصل لي حاجه زي كده وان هي يتعرض عليا عرض زي ده وخارج مصر، فدي طبعا نقله بتبقى انا بتسعدني طبعا وتفرح ولادي ان طبعا. ان حاجه زي كده حصلت لي، والفضل لربنا ثم حضرتك يعني. ممتاز. ممتاز. جميل. برافو. برافو. جميل. ده عمل ربنا ده. جميل. ايوه انا دايما اقول لحضرتك ربنا مسخرك لمساعده الناس وانك تكون سبب في اسعاد الناس. انا في اول المحاضره الاولانيه حضرتك قلت جمل شويه جمل كده، لما حد يتكلم معاك ويقول لك ان انت عندك اكسنت او حاجه فازاي تتكلم وترد عليه. عايزه اقول للزملاء اللي معانا ان كان معانا مريان، انا عمري ما هنسى مم. اللي حصل لمريان. مم. مريان قالت جمله بس بسيطه اللي هي don't cross your limit مم. للاتش ار، خلته تعادل معاها وجت. كانت مريان دي قابلت مشاكل كتير في امريكا، وحتى كانت بقالها 5 شهور وقالت انا عايزه امشي من مم. كتر اليأس والاحباط اللي هي شافته. لدرجه ان هي وهي بتتكلم مع حضرتك كانت بتعيط. انا مم. فاكره ان هي لما بس حضرت 3 محاضرات جت في مره فرحتنا كلنا وقالت انا اتقبلت وعيني بالسعر اللي انا عايزاه، مم. عشان بس قالت له الجمله دي.
فاحنا مش بنتعلم لغة بس، لا ده انت بتتعلم ثقافة، بتتعلم قانون، بتتعلم حقوقك، واجباتك، كل حاجة عشان انا دايما بقول لعيالي، انا حتى وانا بتكلم معاهم بقول لهم ايه، لا ما تعملوش كده، يقولوا لي يا مامي ده هنا، ده هناك بقى في امريكا مش هنا. آه. من كتر ما انا حاسة ان انا دخلت في المود قوي، وحاسة ان انا سافرت امريكا وانا عايشة هنا في مصر. فده الفضل ربنا ثم حضرتك، ربنا يا رب يبارك فيك. اشكرك يا استاذ، اشكرك. جميل ده. الله. دكتور، ممكن حضرتك تدينا طريقة للمذاكرة؟ أنا جديد، فأنا عايز أعرف طريقة للمذاكرة. يعني أنا بشتغل في شغلة جديدة، الشغلة دي فيه كورسات كتيرة جدا وطويلة جدا بعملها بعد الشغل. أنا شغال في شركة آلات تصوير وكده، كوبينج ماشين، تمام، اللي هي هقول الكلام ده اللي هو طريقه المذاكره في الاخر خالص. بعد المحاضره هكرر الكلام دوت. طبعا الناس القديمه معايا عارفه طريقه المذاكره، بس انا هقول طريقه المذاكره ديت في الاخر خالص. بس ليه تعليق على كلامك. انت فرحتيني قوي يا سالم، فرحتيني قوي يا سالم. ده عمل ربنا بقى، ده عمل ربنا اللي حصل لك ده. انا بقول له اشكرك. اللي حصل لك ده يا ماما انا بسمعه كل يوم، كل يوم. جالها عرض حلو بسبب ان قالت بعض الكلمات، فالطرف الاخر حس ان في حاجه دخلته على الصفحه بتاعتي. فهو المختصر كده ان ربنا استخدمني، استخدمني وانا موجود هنا في امريكا. وده اللي انا بقى بطلبه منه، ان انا مش عايز تدريس وخلاص، انا عايز تغيير حياه الناس. وده اللي بيحصل قصادي. انا بسمع القصص دي كل يوم، خلي بالك، كل يوم بسمعها. ولو اتكتبت الناس ما بتصدقش. كل يوم من طلبه بتوعي، كل يوم من كل دوله كده، انا حصل لي كذا 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 كذا. واول ما اشرح في اي مجموعه اقول لهم في حد حصل له حاجه، في حد حصل له حاجه، يقول لي اه. يطلعوا بقى انا حصل لي كذا، انا حصل لي كذا، انا حصل لي كذا. هو ده، هو ده. برافو، برافو 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 يا سالي، فرحتيني، برافو عليكي. طبعا بقى عندها اولاد، ده بيعود على الخير. ما هو ده التعليم، بيعود على الخير على اولادها. لما جات لي خدت كورسات جوه مصر وبره مصر، والمحصله ما فيش، بس عندها قوه اراده في التعليم. عشان كده أنا قلت لها انا عارف طبعا، خلي بالك بتقعد مجهود جامد، انا عارف. بتذاكري كام ساعه؟ قالت لك 5 ساعات في اليوم. عشقت اللغه الانجليزيه، حبت اللغه، حبت اللغه. مستواها طبعا زي ما انت سمعت كده، وانا اتحدى بيها. هتقول لي بقى امريكا، المستوى عالي على امريكا، المستوى ده عالي في الموضوع. بالاضافه كمان انها لما تقعد مع حد بقى، هي امريكا زي مثلا معايا برضو طلبه من دول عربيه، يقولوا لي كده، احنا ما بنقعد مع حد مثلا في الثقافه او في العيله او اي حاجه امريكا دي، انا خلاص بقيت انت عايشتني في امريكا وانا اصلا مش موجوده في امريكا. انا عارف مستوى الثقافه الامريكيه، وعارف مستوى المهاجرين في التعليم ايه، وعارف مستوى التعليم اللي موجودين عندنا ايه، فانا عارف. برافو عليك، جميل جدا، جميل. طيب